السلام عليكم. وعليكم. الاكل عندك جوه جاهز، لو محتاج تاكل قوم سخن من فضلك، لان انا مش قادره اسخن اكل لحد. ايه مالك بتتكلمي كده ليه؟ في ايه؟ مالي؟ اللي مالي ان انت سايب لي طول اليوم بنتك ام لسانين العقربه اللي عماله طول اليوم ترد عليا. مش كفايه ان هي مقتحمه خصوصياتي وقعدها معايا في بيتي وقاعده واكله شاربه نايمه وانا اللي بنضف وراها؟ لا دي كمان عماله تقارني بمامتها، تقول لي ام احسن منك 100 مره، على الاقل عرفت تربيني وانت لا. هي قالت لك كده؟ طب اهدي، واللي انت عايزاه هيحصل، واللي هيرضيك هعمله. خلاصه الكلام، وما تقوليش اهدي، يا انا يا العقربه بنتك دي في البيت، اما نشوف بقى مين فينا اللي هيمشي كلامه على التاني. وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، واشبع ببنتك. سيبيني انا هتصرف معاها، تتدخليش انت. انا عايزه افهم حاجه، ايه الكلام اللي انت قلتيه الغدا وانا بره ده؟ وازاي اصلا تتكلمي معاها بالاسلوب ده؟ صدقني يا بابا انا ما غلطتش فيها في اي حاجه، وكل اللي قالته لك ده ما حصلش. بالعكس، انا كل اللي طلبته ان اجيب صحابي هنا بس يوم في البيت، ومن ساعتها فضلت تغلط فيا وفي ماما، وانا ما قدرتش ان انا اسكت. كل اللي قلت لها ان ماما ربتني كويس. ايه الغلط اللي في كلامي؟ مش عايزه اسمع ولا كلمه. النهارده دلوقتي تلمي كل هدومك وشنطتك وتروحي عند مامتك. ارجوك يا بابا ما تخلينيش اروح عند ماما، صدقني مش هفتح بقي ولا اتكلم تاني خالص. جوز ماما هناك بيضايقني قوي، بيبص لي بصات صعبه وما بقدرش استحملها. طول ما انا قاعده بقى مش عارفه اداري نفسي وجسمي منه ازاي. عشان خاطر يا بابا خليني قاعده معاك ومش هعمل حاجه. ما هو جوز مامتك اللي بيبصبص لك ده هي اللي مختاراه، ابقي روحي قولي لها شوفي ما جايبك. عشان خاطر يا بابا خليني هنا، صدقني مش هفتح بقي تاني. حصل ايه؟ ما هتقعدي في البيت، مش بعيد تكون امك هي اللي زقاك عليا عشان تخربي بيتي هنا كمان. انا وعدتك يا بابا خليني هنا في امان جنبك. ولا هيفرق معايا عياطك، النهارده تسيبي البيت وتمشي، اخر كلام عندي. عشان خاطر يا بابا بره بيتي. يا بابا خلاص مش عايزه اجيب صحابي، يا بابا خلاص مش هجيب صحابي، خليني معاك هنا. الو فريده، شوفي لي حل ارجوكي. في ايه؟ مال صوتك؟ مرات بابا هنا مصممه ان انا امشي واسيب البيت. انت عارفه انا مش هقدر اروح عند ماما، جوزها ما بيرحمنيش. طب اهدي خليني افهم، انت عملتي ايه لكل ده؟ انا ما عملتش حاجه، كل اللي طلبته ان انا بس يجي صحابي يوم، وما اعرفش ايه اللي حصل. صدقيني ما غلطتش فيها، ما غلطتش. انت عارفه انا لو جوزي كان مسافر كنت جبتك قعدتي هنا معايا، بس انا بصراحه شايفه ان مرات بابا زودتها قوي. اقفلي انا هجيلك واتصرف.